السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزير المالية صرف دفعات للعمالة غير المنتظمة الأسبوع الجاري ولمدة 6 أشهر. الخبر ده تاريخ النهاردة الاثنين 30 نوفمبر 2020 وإليكم تفاصيل الخبر. قال وزير المالية محمد معيط إن ما تم إنفاقه من حزم تحفيز الاقتصاد المصري بسبب جائحة كورونا حتى يونيو الماضي بلغ نحو 65 مليار جنيه مصري، مؤكدا جهوزية الدولة ووزارة المالية لأي حزم إضافية. وأشار معيط في تصريحات لقناة العربية الإخبارية النهاردة اليوم الاثنين 30 نوفمبر إلى أنه تم التركيز على تدعيم الشركات والصحة والعمالة التي فقدت وظائفها والقطاعات الأكثر تضررا مثل الطيران والسياحة، فضلا عن تأجيل سداد الضرائب وإسقاط ضرائب عقارية عن بعض القطاعات. أما فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة أجاب وزير المالية قائلا سيتم بدء صرف دفعات للعمالة الغير منتظمة هذا الأسبوع، يعني الأسبوع الجاري، ومدتها لمدة 3 أشهر. من واقع أن صندوق النقد الدولي أكد أن الحزمة التحفيزية التي تم ضخها أثر على النمو الاقتصادي بشكل إيجابي للغاية. ده كلام نفهم منه بقى إن فعلا هيتم صرف دفعات للعمالة غير المنتظمة، وإن شاء الله يكون خلال الأسبوع الجاري، ونتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله. متابعينا الكرام، لو أول مرة تشاهد في القناة نرجو من سيادتكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة أول، ونضغط لايك للفيديو، ونحاول نعمل شير للفيديو علشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة أمنية للمعلوميات.